طب اتحاد الكوره، تعالى بقى. ايه الورقه اللي معاك دي بقى؟ بص، دي الورقه اللي معايا. ده المحكمه الرياضيه لما النادي المصري لجأ، المحكمه الرياضيه طلبت من اتحاد الكوره، بعتت له قالت له اديني الورق اللي عندك عشان القضيه دي اللي هو السيد المستشار رئيس لجنه التظلمات قال القضيه لسه في درج مكتبه. يعني حتى بعد ما الحكم صدر ما حدش طلب منه ملف القضيه، ما فيش حد طلب منه ملف خالص. تفضل بين السيد المستشار رئيس المستشار بتاع اتحاد الكوره، بين اعتقد المستشار حسين حلمي او المستشار ابراهيم الياس، ويقول لك احنا قدمنا كل حاجه، احنا معانا الورق. دول الورقتين اللي اتبعتوا وتم ترجمتهم. دي الترجمه. انا عايزك توريني الورقتين. دي الترجمه. ده رد الاتحاد المصري على قضيه بورسعيد، على القضيه اللي راح فيها 74 واحد. ده اول مره الورق ده بيطلع. دي الترجمه. دي اللي طالعه اهي ورقتين، ودي الثانيه بيشرحوا فيهم بعض طب هو قال ايه في الترجمه؟ طب قال ايه في الورق؟ هل انه مات 64؟ هل تعتقد انت تعرف انه حضرتك ما ذكرش انه في 74 واحد ماتوا؟ ده قال حاجه غريبه جدا. ده قال ايه؟ وعقبا وقعت احداث مؤسفه اسفرت عن وقوع اعداد كثيره من القتلى والمصابين. ما رضيش يقول ال 74 اللي اتقتلوا. ده يعني انا بس عايز اوضح للساده المشاهدين، انت بتتحدث الان عن الرد الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم للمحكمه الرياضيه الدوليه. ما حتى ما فيهوش رقم. القتلى ما فيهوش رقم ولا المصابين. عدد من القتلى والمصابين. لا ده ماتوا 2 3 باين. عدد من القتلى، والعدد ده ينطبق من 3 ل 9. زي تقول ايه بضع بعض. انا كقاضي في المحكمه الرياضيه الدوليه، لو انت باعت لي كاتحاد محلي وبتقول لي عدد من القتلى والمصابين، هقول يعني 2 ماتوا وفي 10 مصابين. في 10 مصابين مثلا. اتفضل حضرتك. وذاكر له بيقول له ايه؟ هذا الاحداث تقدم مجلس اداره اتحاد الكوره باستقالته. ده بيشرح. وطبقا للائحه النظام الاساسي تولى اداره شؤون الاتحاد المدير التنفيذي بتاريخ 21/3 واصدر السيد المدير التنفيذي القرارات الاتيه: حاظر اللعب على استاد بورسعيد 3 سنين ميلاديه، حرمان الفريق المصري من المشاركه في انشطه اتحاد الكوره حتى موسم 2013، ويحق للمصري المشاركه من موسم 2013 2014. وطعن المصري والاهلي على هذه القرارات امام لجنه التظلمات، وبتاريخ 24/4 الغت لجنه التظلمات قرار السابقه سالفه الذكر وقالت قراراتها: حظر لعب اي مباراه على ملعب بورسعيد 4 اعوام، حرمان فريق المصري من المشاركه في انشطه اتحاد الكوره لمده موسم مع هبوط الفريق للدرجه الثانيه، ويحق لي في موسم 2013 يعوق بعد انتهاء فتره العقوبه يرجع اقامه ال4 مواجهات قادمه من الاهلي والمصري بدون جمهور 200 كيلو خارج القاهره. بتاريخ 26 علق اتحاد الكره المصري الناديين بهذه القرارات. تقدم النادي المصري بالتماس اعاده نظر في هذه القرارات من لجنه التظلمات لنص الماده 21. وبتاريخ 3/5 تقدم الاهلي بالتماس اعاده النظر لهذه. يعني شوف هو بيقول ايه؟ يعني في تظلمات، في التماس تقدم بعد القرارات ولم يفصل في الالتماس حتى ما قالش. يعني ده رد الاتحاد المصري. ده رد الاتحاد المصري ماشي. وقرارات لجنه التظلمات باعتبارها لجنه قضائيه ملزمه لا تحتاج لكافه الاطراف بما فيها مجلس الاداره، ولا تحتاج الى تصديق من مجلس الاداره، وهي واجبه النفاذ بمجرد ولا تعقيب من الاتحاد عليه، لا تدخل لا طعن لا تعليق. ده رد الاتحاد. ده رد الاتحاد. وفي الاخر ماضي به الكابتن انور صالح بيمضة الاستاذ انور صالح. طيب ده الورق اللي راح القضيه اللي قعدت لجنه مش عارف قد ايه تدرس فيها وفايلات وسيديهات. هتقول لي مش من حقك انك تعرض على المحكمه. يعني انا مستاذنك الورقه عايز بس اوريها للساده المشاهدين، وعايز اقول انه الورقتين دول بالتحديد دول رد الاتحاد المصري لكرة القدم على أزمة أو كارثة بورسعيد. يعني المصري اختار محكم يمثله ومحامي عد الملف أو دفاع النادي المصري، وسافر إلى لوزان وورق قد كده وحكايات وأسانيد. والمصري من حقه قانونا انه بيدافع عن حقه او فيما يتصور انه حقه. الخصم الاخر في نفس القضيه كان الاتحاد المصري لكره القدم، ما اختارش محكم، رفض ان يدفع الرسوم، وده كان دفاع الاتحاد المصري عما جرى. هاتين الورقتين هم كل ما قالوا الاتحاد المصري. هي دي كل قضيه بورسعيد، وهي دي اعتقد يا استاذ محمود المؤامره